هندخل بعد كده في اللي هم أكبر سنا شوية. طب المراهقين في مرحلة كده فيها استكشاف، فيها نوع من أنواع الهرمونات اللي بتلعب في الدماغ أكتر ما بيبقى فيه كده معايير نقول لأ، في اندفاع ورا بعض التصرفات اللي ممكن تكون مخلة بالآداب. لازم لما ألاقي سواء ابني بيعمل حاجة زي كده أو اتعرض لحاجة زي كده لازم أتدخل، وهتدخل عشان أعرف ابني بيعمل كده ليه. شغل بقى الديفنسات اللي احنا بنلعبها، وأنا ابني وأنا ابني وأنا ابني وأنا بنتي وأنا بنتي وأنا بنتي، ده مش هيفيد. حتى لو عملت كل الشبورة اللي انت عملتها دي قدام الناس، بينك وبين نفسك لازم تسأل نفسك سؤال: أنا ليه ابني يعمل سلوك غريب كده؟ ليه يعمل سلوك مش متعارف عليه؟ ليه يلجأ لحاجة ممكن تأذيه؟ هنا لازم أعرف البيت شكله إيه، قوانينه شكلها إيه، إيه اللي بيتيحه وإيه اللي بيمنعه. لأنه أغلب المراهقين اللي بيقدموا على إنهم يلعبوا دور الصياد، دول مراهقين اتعرضوا إنهم كانوا يا إما كانوا سمكة في يوم من الأيام فحد اصطادهم، أو هم عندهم نزعة عدوانية ضد المجتمع. وفي الكبار لما يبقى راجل كبير وبينتهز الفرصة إنه هو يصطاد فريسة، عادة بيكون عندهم عدوانية ضد المجتمع لأي سبب من الأسباب. بابا ما كانش مهتم بيه، مامته كانت ست قوية، المذر فاذر فيجر بالنسبة له كانوا متلخبطين، إحساسه بالدونية، إحساسه بالضعف، فبيحاول يستقوي بفعل ما يقدرش يعمله قدام الناس لكن يعمله في الخفا. وعشان لا يجرم وتفضل الفريسة في إيدي، أوهمها بالحب والاهتمام، واعمل قصص واعمل أفلام واعملها كنوع من أنواع الألعاب السرية اللي ما ينفعش نقول فيها لحد. فعشان كده لما نيجي نفكر نشوف هو الصياد إيه خصائصه، هنلاقيها مختلفة، وممكن يكون شخص بعيد تماما عن الشبهات.